لو انت واحدة من الناس اللي كل شهر تسأل يا دكتور انا عندي تبويض ممتاز، طب ايه اللي بيمنع الحمل؟ ليه الحمل مش بيحصل؟ بالعربي، لماذا لا يحدث حمل رغم التبويض الجيد؟ لو بتسألي نفسك السؤال ده انصحك تتفرجي على الفيديو ده للآخر. بيني وبينك هو سؤال يبدو منطقي، السؤال ان ازاي تبقى الست متأكدة ان التبويض عندها قوي وبرضه الحمل مش بيحصل؟ الحقيقة يا جماعة ان فكرة ان التبويض الجيد يساوي حمل ده اكبر مفهوم خاطئ عند الناس، لان الحمل مش خطوة واحدة، ده مشروع متكامل، مش سبق 100 متر، ده ماراثون كامل. يعني ايه اصلا تبويض جيد؟ التبويض الجيد ان البويضة تكبر وتوصل لحجم معين اسمه الحجم المثالي من 18 ل 22 مللي وتخرج في الوقت الصح، تخرج من المبيض يعني. لكن هل ده معناه انها بويضة ممتازة؟ الاجابة لا. هل ده معناه ان الحيوان المنوي قادر يوصل للبويضة؟ مش شرط. هل ده معناه ان قناة فالوب سليمة؟ برضه مش شرط. وعشان كده بنسأل السؤال اللي بيدور في دماغ كل ست، طب ليه مش بيحصل حمل رغم التبويض الجيد؟ علشان الحمل يحصل لازم 5 شروط يتحققوا. 1. بويضة ممتازة، لازم تكون كاملة النضج من جوه مش بس من بره، واشرح لكم قدام في الحلقة هنا يعني ايه موضوع جوه وبره ده. 2. حيوانات سليمة من حيث الحركة، العدد، الشكل، وتكسر الدي ان ايه او تكسر المادة الوراثية في راس الحيوان المنوي. 3. قناة فالوب مفتوحة وسليمة، هي الطريق الوحيد لوصول الحيوان المنوي للبويضة. 4. بطانة رحم قوية وجاهزة، لو البطانة ضعيفة أو فيها التهابات الحمل مش بيحصل. 5. الانغراز أو الانغماس يحصل في الوقت الصح، يعني ممكن التبويض عندك يبقى زي الفل لكن حاجة واحدة من اللي أنا قلت عليهم دول تبقى بايظة فالحمل مش بيحصل. الأسباب ال5 الأساسية لعدم حدوث الحمل رغم التبويض الجيد. 1. مشكلة في الأنابيب، قناتي فالوب، يعني دي 40% من الحالات. قناة فالوب هي الوصلة ما بين المبيض والرحم، لما البويضة تخرج من المبيض تلتقطها قناة فالوب وللسهولة بنسميها الأنبوبة علشان توصلها للرحم. الجميل بقى ان البويضة والحيوان المنوي مكان تعرفهم على بعض وتلاقيهم بيبقى في الأنبوبة. فاكرين قصة العريس والعروسة اللي حكينا عليها في حلقة أسرع طريقة لحدوث الحمل؟ دي الحلقة وهنزل لكم اللينك بتاعها في التعليقات. العروسة هي البويضة والعريس هو الحيوان المنوي، ويحصل الإخصاب اللي هو اندماج البويضة بالحيوان المنوي في الأنبوبة، وساعتها البويضة بيبقى اسمها البويضة المخصبة. طبيعي لما يكون في مشكلة في الأنابيب البويضة حتى لو خرجت من المبيض مش هتعرف توصل للرحم والحمل مش هيحصل. مشكلة في الأنابيب زي إيه؟ مشكلة زي انسداد، التصاقات، التهابات وغيره. حالات كتير التبويض بيكون تحفة، بويضة 20 مللي كل شهر وبرضه مش بيحصل حمل. لما نعمل فحص اسمه أشعة بالصبغة على أنابيب بنلاقي عندها انسداد في الناحيتين، في الأنبوبتين اليمين والشمال. ورغم ان التبويض ممتاز فما فيش طريق يوصل الحيوان المنوي للبويضة. فالموقف ده يجاوب على جزء من سؤال لماذا لا يحدث الحمل رغم التبويض الجيد. 2. ضعف السائل المنوي، السبب اللي الناس بتقلل من اهميته. الموقف الثاني، في تبويض كويس فعلا وفي انبوبه سليمه والانبوبه لقطت البويضه والبويضه قعدت في الانبوبه مستنيه العريس الحيوان المنوي يعني، بس صاحبنا العريس ما جاش في الميعاد المطلوب. فالعروسه ما بتستناش كتير، لو ما جالهاش عريس يملى عينيها ويخصبها في خلال 12 ل 24 ساعه بالكتير العروسه بتموت، وطبعا مفيش حمل هيحصل. ما جاش بقى عشان حركته ضعيفة أو عدد الحيوانات المنوية قليل، فمنهم اللي ضل الطريق ومنهم اللي جرى في الطيار ومنهم اللي مات وما تبقاش ولا واحد منهم قوي قدر يوصل للبويضة. أو نسبة التشوهات في شكل الحيوانات المنوية نسبة عالية، فحتى لو الحيوانات المنوية وصلت للبويضة فمش هتعرف تخصبها، لأن بالبلدي كده العريس عشان يدخل على عروسته لازم يكون سليم، كله سليم، راس ورقبة وديل. وحاجة رابعة غير العدد والحركة ونسبة التشوهات، ودي هنتكلم عليها في حلقة مخصوص اسمها بالانجليزي DNA فراجمنتيشن. الحاجات دي اللي هي نقص العدد والحركة وزيادة التشوهات وارتفاع DNA فراجمنتيشن اللي هو تكسر DNA في راس الحيوان المنوي، الحاجات دي اسبابها كتير واحتمالاتها مش قليلة ابدا. عاوز اقول لكم ان الرجالة مسؤولين عن ما لا يقل عن 40
ل 50% من حالات تأخر الإنجاب. وعشان نتأكد إن الراجل سليم لازم يعمل تحليل سائل منوي في معمل ذكورة، يعني معمل متخصص في تحليل السائل المنوي ما بيعملش غيره، مش في معمل بيعمل كل أنواع التحاليل ومن ضمنها تحليل السائل المنوي. في معامل الذكورة الصبغات بتختلف والميكروسكوبات أعلى دقة وطريقة التقييم بتكون أعنف وأعمق. وكتير من أصدقائنا الرجالة عملوا تحليل في معمل عادي طلع أسد، ولما عمل التحليل في معمل ذكورة طلع انتوا بقى اللي تقولوا. بالمناسبة مفيش حاجة اسمها تبويض ممتاز يعوض سائل منوي ضعيف، عشان كده وارد جدا ان سبب عدم حدوث الحمل رغم التبويض الجيد هو ضعف الحيوانات المنوية. 3. مشاكل في الرحم. الرحم هو الأرض اللي بتزرع فيها الجنين، تحديدا طبقة اسمها بطانة الرحم. لو الأرض دي مش مناسبة عمر الجنين ما هيتزرع فيها. خطوة الزرع دي اسمها انغماس أو بالإنجليزي implantation، يعني يبقى العريس قابل العروسة واتجوزوا بس للأسف مش لاقيين بيت يلمهم. بطانة الرحم دي فيها أسباب كتير بتأثر سلبيا عليها، نقدر نقسمها لمجموعتين من الأسباب، أسباب تشريحية وأسباب وظيفية. أسباب التشريحية يعني أرض بالبلدي كده مش ممهدة، مش متساوية، فيها ارتفاعات فيها انخفاضات، والمية اللي واصلها ما بتعيش بذرة تتحط فيها، أقصد الدم يعني. الأسباب دي زي أورام ليفية، زوايد لحمية، التصاقات، بطانة رحم رفيعة قوي سمكها أقل من 7 ملي أو تخينة قوي سمكها أكتر من 14 ملي. الأسباب الوظيفية بقى دي يعني بالبلدي البيت موجود ومتقسم حلو لكنه مسكون، مش بالجن طبعا، مسكون بميكروب عامل التهاب مزمن في بطانة الرحم، أو مسكون بخلايا مناعية نتيجة خلل مناعي عند الزوجة دي بيخليها تتعامل مع الجنين كأنه جسم غريب عايزة تطرده. والحتة دي فيها علم كتير وكبير قوي مش عاوز أوجع دماغكم بيه. طب هنا يجي السؤال المهم، الأسباب دي ممكن نشخصها؟ طبعا ممكن نشخصها. الأسباب التشريحية فاكرينهم، أورام ليفية وزوايد لحمية والتصاقات، بنشخصها بالسونار ثلاثي الأبعاد باستخدام محلول الملح اسمه بالإنجليزي SIS. أما الأسباب الوظيفية لو شاكين فيها محتاجة إن احنا ندخل جوه الرحم، مش بنفسنا طبعا، بندخل بعدسة رفيعة ونشوف بيها بطانة الرحم بعينينا، ونقدر ساعتها ناخد عينات من بطانة الرحم دي عشان نحللها. الإجراء اللي أنا شرحته ده اسمه المنظار الرحمي، إجراء بسيط مش بياخد أكتر من 10 دقايق. 4. جودة البويضة نفسها. أيوة ممكن التبويض عندك يبقى شكله حلو لكن الجودة ضعيفة. في تفصيلة مهمة هنا أحب إنكم تفهموها كويس. التفصيلة دي إن البويضة اللي بنقول عليها إنها كبرت ووصلت لحجم 18 ل 22 ملي دي مش البويضة، دي اسمها الحويصلة. البويضة بتبقى جوه الحويصلة والبويضة نفسها مش بتبان بالسونار. الدايرة السوداء دي مجازا بنسميها البويضة للتسهيل. طب انا ايه قصدي من الكلام دوت؟ انا قصدي ان البويضة اللي احنا اتفقنا مش بنشوفها بالسونار ممكن تكون جودتها ضعيفة مش حلوة يعني، رغم ان الحويصلة اللي احنا بنشوفها ونقيسها بالسونار شكلها وحجمها كويس جدا زي ما قلنا من 18 ل 22 ملي. يعني بالبلدي كده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، فرحانين بشكلها لكن اتاري البيضة اللي جواها انا اسف بيضة ممششة. وهنا السؤال يطرح نفسه، ايه السبب اللي ممكن تخلي جودة البيضة ضعيفة؟ الحقيقة هو مش سبب واحد، دول اكتر من سبب، وكل سبب منهم كافي لوحده ان ما يحصلش بسببه حمل. السبب الاول هو السن، سن الزوجة يتناسب عكسيا مع جودة البيضة. الحقيقة بعد سن ال40 جودة البيضة بتقل جدا والمادة الوراثية بتاعتها كمان بتبقى مش سليمة، عشان كده بنقول السن مهم جدا في تحديد فرص الحمل. السبب الثاني هو منظومة الهرمونات في الجسم. البيضة دي عاملة زي الأكلة اللي عشان تبقى أكلة حلوة وتتاكل بالهنا والشفا تبقى محتاجة إن مقادير مظبوطة وطريقة طبخ حلوة، أو المقادير دي هي الهرمونات اللي بتتحكم في نمو البيضة ونضجها وجودتها. الهرمونات دي زي هرمونات الغدة الدرقية، هرمون البرولاكتين اللي هو اسمه هرمون الحليب، هرمونات الذكورة بأنواعها. ايه ده؟ في هرمونات ذكورة في جسم الستات؟ ايوه، بس المفروض ما تزيدش عن نسب معينة. وهرمونات الذكورة دي في منها اللي بيطلع من المبيض وفي منها اللي بيطلع من الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلى. ومن اشهر الحالات اللي بتعلى فيها هرمونات الذكورة هي حالات تكيس المبايض.
اي خلل في منظومه الهرمونات دي بتاثر سلبيا على جوده البويضه، ويبقى فيه تبويض جيد شكلا لكن مفيش حمل بيحصل. السبب الثالث هو نقص مخزون المبيض اللي هنتكلم عليه في حلقه مخصوص، بس باختصار كده نقص مخزون المبيض هو قله عدد البيضات اللي موجوده في المبيض. وللاسف المرض او الخلل ده بقينا نشوفه في حالات كتير قوي دلوقتي على مستوى العالم كله، مش على مستوى الوطن العربي وبس. تبقى الزوجه لسه ما كملتش 30 سنه بس تلاقي البيضات عندها عددها قليل زي واحده ست اكبر منها ب 10 و15 سنه كمان، رغم ان نقص مخزون المبيض معناه ان عدد البيضات قليل. لكن دراسات دوليه كتير اكدت ان 20 ل 30% من حالات نقص مخزون المبيض يعني عدد البيضات عندها قليل، كمان جوده البيضه عندها بتكون ضعيفه. السبب الرابع هو وجود عيب جيني فردي موجود عندها بس مش موجود لا عند امها ولا عند اخواتها، وده بيحصل بسبب ان الخلل الجيني ده بيكون ناتج من حاجة اسمها طفرة ميوتيشن في الجينات المسؤولة عن انقسام البويضة. طبعا كل حاجة بتحصل في الجسم مسؤول عنها الجينات. المهم الطفرات دي مش بتكون وراثية، لكنها بتأثر بشكل مباشر على قدرة البويضة انها تنقسم بشكل طبيعي، وبالتالي تقل الجودة حتى لو السيدة لسه صغيرة في السن وعندها دورة منتظمة. وده بيفسر ليه احيانا بنشوف سيدة عندها ضعف جودة بويضات لكن اخواتها عندهم خصوبة طبيعية تماما. الموضوع ده بالمناسبة نسبته مش عالية، موضوع العيب الجيني الفردي ده نسبته بتكون من حوالي من 5 ل 10% من الحالات اللي عندها جودة البويضات بتكون ضعيفة. طيب السؤال بقى المهم، الأسباب دي اللي هي الأسباب اللي بتخلي جودة البويضة ضعيفة ينفع انها تتشخص؟ الإجابة أكيد أيوة. بالعكس الدكتور الشاطر هو اللي يدعبس في الحاجات دي، والدعبسة دي تكون الخطوة الأولى في خطة علاج زوجين عندهم تأخر الحمل، ومش تكون الخطوة الأولى إن احنا ندي علاج اسمه منشطات للتبويض اللي احنا هنتكلم عليها في حلقات جاية بعد كده بإذن الله. تشخيص الأسباب دي بيكون بعمل تحاليل هرمونات اللي احنا قلنا عليها، فاكرينهم؟ هرمونات الغدة الدرقية، هرمون البرولاكتين، هرمونات الذكورة، هرمونات ال FSH وال LH المسؤول عن التبويض، والهرمون المهم جدا ال AMH اللي احنا بنسميه هرمون مخزون المبيض. 5. توقيت العلاقة الزوجية. طبعا توقيت العلاقة الزوجية ده من أهم الأسباب اللي بترد على سؤال لماذا لا يحدث حمل رغم التبويض الجيد، واحنا شرحنا التوقيت المتوقع للتبويض في الفترة اللي فرص الحمل فيها بتكون عالية في حلقة أسرع وسيلة لحدوث الحمل. غير توقيت التبويض في نقطة مهمة جدا هي المدة، أقصد المدة اللي انتظرتها الزوجة عشان الحمل يحصل، وطول ما المدة دي ما خلصتش يبقى السؤال عن ليه ما بيحصلش حمل رغم التبويض الكويس ما ينفعش يتقال أصلا. المدة دي 12 شهر كاملين والزوج قاعد مع زوجته مش بيسافر، يعني ساعتها 80-90% من الأزواج اللي منتظرين الحمل فعلا بيحصل، و10-20% بس بالكتير هم اللي الحمل عندهم لسه ما حصلش، وهم دول اللي احنا بنبتدي معاهم خطة التشخيص السليم الأول، وبناء عليه بنحدد خطة العلاج، ولما السبب يتشخص هنعالجه، وساعتها المشكلة بإذن الله هتتحل. وهو ده الطريق الصح اللي المفروض نمشي فيه، مش إننا نعمل الأخطاء المشهورة زي الاعتماد بقى على التطبيقات وتطبيقات تحدد ميعاد التبويض، والاعتماد على ألم التبويض ومش دايما علامة، العلاقة مرة واحدة في فترة التبويض، الإبر التفجيرية بدون متابعة، أعشاب تسبب اضطراب هرموني، تأخير الفحوصات سنين، في ست فضلت 3 سنين تحاول بسبب التطبيقات ولما اتفحصت اكتشفنا انسداد قنوات فالوب. في النهاية التبويض الجيد خطوة لكن مش كل حاجة، ولو نفسك تعرفي لماذا لا يحدث الحمل رغم التبويض الجيد فالجواب إننا نراجع الصورة كاملة. وأخيرا دمتم سالمين.